هي الوصفة أهم ولا التكنيك؟ طيب هل التكنيك بنتعلمه من أول مرة؟ تمت العملية بنجاح بعد المحاولة الخامسة بعد حروق وتعوير وشغلة الحمد لله. نعمل حاجة اسمها شوجر بولينج، تكنيك في السكر إن إحنا بنسحبه بيبقى عامل زي الإزاز شفاف جدا، وتبتدي تسحب السكر يبتدي يمط معاك أو ما يمطش أو يطلع منغمش أو يطلع فاضي من جوه، وكل ده بتتعلم أسبابه وأنت شغال. الساحرة الشريرة. التجربة التالتة على النار، التجربة التانية فهمت حاجات أكتر، النتيجة ما طلعتش 100% زي ما أنا عايز، زودت نسبة الجلوكوز شوية علشان المطة تبقى أقوى، ابتديت أعدل في الريسيبي ذات نفسها، ده هينجح ولا لأ؟ ده اللي هنكتشفه في المحاولة التالتة. على قد ما المهنة دي صعبة مجزية جدا، لأنك كل لما هتحاول هتقرب للنتيجة أكتر. أظن وصلنا. إيه المحاولة الرابعة؟ الله إن شاء الله المرة دي هيظبط، لأني حاسس إن أنا أخدت في الاعتبار كل العوامل اللي بتبرد السكر، ففاهم درجات الحرارة أكتر بكتير. قولي هل الخطة المرة دي هتنجح وهتبقى دي آخر محاولة؟ أقول لكم الصراحة لسه مش متأكد، علشان كده بنجرب، كتر التجارب بتعلمنا أكتر بكتير. الممارسة practice makes perfect، شغلي دماغك معايا. هسألكوا سؤال، لو عملتوا حاجة وباظت منكم بتتضايقوا وتسيبوها ولا بتفضلوا وراها لحد ما تتعلموا؟